أخطاء المصلين، أخطاء بالعشرات وقع الناس فيها في الحواضر والبوادي، وقع الناس فيها كبار وصغار، رجال ونساء. إذا دخل أحدنا المسجد ونظر إلى أحوال الناس في الصلاة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذه صلاة الصحابة رضوان الله عليهم؟ أخطاء المصلين. الخطأ الأول من أخطاء المصلين التلفظ بالنية، الجهر بالنية. الجهر بالنية بدعة منتشرة بين مئات الملايين من المسلمين في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تجهر بالنية، بل ولا تحرك لسانك سرا بالنية، هذا لا يجب ولا يستحب باتفاق العلماء، ومن فعله فهو مبتدع مخالف للشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 إماما أو مأموما أداء أو قضاء. لم يثبت هذا عن النبي أبدا. أمر عجب عجاب عجيب، تقف في الصلاة فترى الذي بجوارك إذا أراد أن يصلي قال نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات أداء لا قضاء، مقتديا بالشيخ إبراهيم محمد مثلا، ناقص يقول في يوم 24/3 سنة 2009 الساعة مش عارف كذا. يا عبد الله، أنت بتعلم من بنيتك؟ تعلم الذي يعلم السر وأخفى؟ تعلم الذي يعلم الجهر وما يخفى؟ تعلم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أنت عندما سمعت المؤذن يصدح الله أكبر قمت لتتوضأ، ليه؟ عشان أصلي العشاء، هذه نية. خرجت من بيتك إلى المسجد، ليه؟ عشان هصلي المغرب، هذه النية. الجهر بالنية بدعة، ولم يثبت أن النبي أبدا كان يتلفظ بها قبل الصلاة، ولم يثبت أبدا أن واحدا من الصحابة كان يتلفظ بالنية قبل الصلاة. الأئمة الأربعة يبدعون هذا. وأما ما يذهب إليه البعض من الشافعية في شأن التلفظ بالنية، ويحتجون بأن الشافعية رحمه الله تعالى قال لا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فهو خطأ منهم. قال الإمام النووي الشافعي قال أصحابنا، يعني بعض الشافعية، غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. الشافعي بيقول لك ما تخشش الصلاة إلا بذكر، مراده مش الجهر بالنية، مراده التكبير الذي به تحرم الصلاة، تكبيرة الإحرام، الله أكبر.